يا فنان، عارف لما تبقى قاعد كده في اوضتك مع اخر كوبايه شاي ليك كده في اليوم، اللي هو انت اصلا عندك دي كافيين، تاخد خربوش الشاي ده من هنا وتقتل بعدها في السرير عادي، ولا هتصحصح ولا هتنيل. بس المره دي بتلاقي نفسك سرحت في السقف كده وبتسال نفسك سؤال عميق فشخ: لحد امتى؟ اللي هو انت مش فاهم بجد لحد امتى. لا، اللي هو انا عايز راجل ابن راجل كده يقول لي لحد امتى. اصل هي بضيعت على الاخر خالص، اليوم في تيز اليوم والشهر في تيز الشهر والانوال في تيز الانوال وحاجات غريبه. تحس ان مفيش جديد وان العمر عمال بيجري وان الحياه بتطير بجد. كل يوم نفس اللوب، تبدا يومك بمواصلاتك في جامعتك او في شغلك عشان دي سنه الحياه، بس انت مش فاهم لحد امتى. برضه ترجع تتغدى وتنام وتصحى الصبح كمان واحد بقى ونعيد تاني. انا هنعيد بكره يا عم سعيد. قول يا رب ان شاء الله. الصراحه يا فنان، تكرار الحاجه كل يوم هي ده بيحسسك ان مفيش هدف عشان تعيش عشانه اصلا. اصل يا عم، فين التحديات وفين المغامرات وفين الرحله، فين المواجهات وفين المصاعب، فين الاخصام والاعداء حتى يا عم، وفين اللي بيكسوني وفين اللي هيكسوني. ما هو اصل الحياه رحله، لكن كده انا حاسس اني ترس في مكنه بيشتغل كل يوم الساعه كذا والترس ده بيريح الساعه كذا، وهتفضل كده يا فنان في زنبرتك وكل واحد دي زنبرك نفسه. الفكره في ان قله التحفيز هي اللي بتوصلك للشعور ده. بالرغم من ان الانسان بفطرته بيخاف من المجهول، الا ان الانسان نفسه هو اللي بيكره الاستقرار، لانه بيحس ان مفيش حاجه جديده بتزقه لقدام ولا حاجه جديده بتحمسه انه يبدا يوم جديد ويقوم يعافر ويشغل دماغه كده. فكره الانسان بطبعه لما بيوصل لهدفه بيحققه، بيحاول يحط هدف بعده ويسعى في تحقيقه ويغلط ويتعلم ويجرب وينجح ويحط هدف جديد ويحاول وهكذا. فتحس ان كل ده في روتين الشغل مش موجود. انت المفروض بتيجي بتعمل نفس الحاجات لشهور ويمكن سنين، وانت عليك دورك وبس، وعليك ما تغلطش فيه. انت بتبيع وقتك في الشغل مش بتبيع دماغك، وده المعروف يعني يا فنان. وطبعا دايرة حياة العمل في مصر انه بيكون بال10 وال12 ساعة، ده غير وقت المواصلات كمان. فتلاقي ان طبيعي مفيش حاجة اجتماعية، لان يوم الجمعة الاجازة بنريح فيه جدا ونرجع الشغل واسبوع جديد وتاخد واحد جديد. والانعزال عن الناس وقلة الخروج ده مستهونش بيه، لان ده بيخلي النفسية عندك في الارض. وبعد مدة تبدأ اعراض التوحد بقى تيجي، وتلاقي نفسك مبقتش عارف تتعامل مع البشر. اللي هو ده صاحبك انت شايفه كلاينت، دي خطيبتك هي برضه كلاينت، ابوك وامك برضه كلاينت. الاحساس بتحسه انعدم. كل المشاكل اللي بتحصل لك دي بتسبب عندك قلق وتوتر، وبسبب الضغط النفسي اللي عليك والناشفه دي، وفكره انك عارف انك كده كده بالنسبه ليهم في الشغل مجرد ترس، يعني سهل استبدالك وممكن انك تترمي من بكره وشغل ال10 منك بشرط الكلام ده. فعدم وجود احساس بالامان وتكرار الروتين كل يوم ده بيبقى قلق وملل وضغط. فحاول تخليك مقتنع انك موجود في الشغل عشان تقدر تجيب مصاريفك واحتياجاتك اليوميه، واستثمر بقى في نفسك وفي الحاجه اللي انت بتعرف تعمل لحد ما تطلع من المستشفى دي. وافتكر عبد الغفور البرعي كان بيتداس عليه وبياكل عيش من غير جموس، بس كان عارف ان نفسه يبقى حاجه وجري ورا اللي هو عايزه لحد ما طلع من عند عم سردينه وبقى المعلم عبد الغفور البرعي، علم علم الوكاله. وخليك عارف برضو ان الحياه كلها روتينيه، حتى لو بقيت انت صاحب البيزنس ذات نفسه وبتعمل اللي انت عايزه، وان الحاجه اللي انت بتعملها في الاول بحب وكلها دوبامين، من كتر تكرارها هتقلب معاك روتين. فحاول تستمر في الحياه وما تدورش على الدوبامين دايما، عشان ما تلاقيش نفسك بتجري ورا اي حاجه بتيجي قدامك وتنسى هدفك الاساسي من الحياه اصلا. بس فكره انك عبد عند نفسك اهون بكتير فشخ من انك تكون عبد عند غيرك. يلا سلام.